مساء الخير واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم، مشكله كانت بتواجهني لفتره طويله في البيزنس الاونلاين، والمشكله دي بتواجه ناس كتيره وهي السبب في عدم تحقيق الناس دي لدخل شهري. والموضوع ده عانينا منه تقريبا لمده 6 شهور كده. احنا بنعمل مشاهدات، بنعمل فيديوهات، بنعمل اعلانات ومفيش حد بيشتري او الدخل نفسه اللي جاي واقف. ف هحاول ان انا اختصر في الفيديو ده وهقول لك السبب ايه. وانت كواحد بتصنع محتوى علشان تبيع خبرتك اونلاين او عشان تبيع اي خدمه او منتج، بتبقى واقع في احدى المراحل اللي انا هتكلم عليها دلوقتي، وكل مرحله بيبقى ليها الخطأ بتاعها. مبدئيا لازم تعرف، انا وانت نعرف نوعيه العملاء اللي بتشوفنا. يعني كل واحد بيتفرج عليا دلوقتي واقع في شريحه معينه من العملاء. في عملاء بنقول عليهم كولد او عملاء بارده، يعني عملاء لسه بتتفرج عليا غير مستعده تماما لموضوع انها تشتري. النوع الثاني من العملاء هو العملاء الورم او العملاء اللي هي الدافيه، اللي هي بدات شويه تقتنع بكلامي بس لسه غير واثقه في المنتج بتاعي، او انا نفسي مش واثقه فيا انا نفسي. والنوع الثالث هو الهوت كلاينتس او الناس اللي هم الساخنين، اللي هم مستعدين ان هم يشتروا ولكن محتاجين بس حد يوجههم يقول لهم روحوا اشتروا. الاخطاء اللي احنا بنعملها ان احنا اولا طبعا، يعني اول الخطا الكبير ان احنا ما بنبقاش فاهمين اصلا نوعيه العملاء دي. انت مش عارف ان في حاجه اسمها كده، او حتى لما بتتقالك بتبقى مش مقتنع بيها. ودي مشكله كبيره جدا، لان موضوع البيزنس اونلاين خلي بالك، انا كنت بقتنع، يعني زمان كنت انا مقتنع ان هو مجرد ان انت بتنزل فيديوهات والناس بتشتري، بتنزل فيديوهات. الموضوع طلع اعمق من كده بكتير. انت لو نزلت فيديوهات بشكل مستمر الناس هتشتري، بس هتيجي في مرحله معينه الدنيا هتقف، لان الاستراتيجيه بتاعتك، او مفيش استراتيجيه اصلا، انت بتنزل فيديوهات وخلاص. انت مش عارف نوع كل فيديو بيتوجه او موجه لاي نوع من العملاء، وحتى الاعلانات بتاعتك نفس الموضوع. فانت كل مره بتعمل فيها فيديو لازم تبقى فاهم الفيديو، على فكره سواء كان اورجانيك او بايد، يعني لو كنت بتدفع له فلوس على الفيسبوك او تيك توك او سناب شات او ايا كان، فلازم تبقى عارف الفيديو ده موجه لاي نوع من العملاء. والموضوع ده لازم تفهمه اصلا علشان تصبر انك تفضل كل شويه تعمل فيديوهات، تبقى عارف ان في مرحله لسه جايه الناس هتبدا تشتري فيها. لان الخطا بقى الاولاني ده بين ان الخطا الاولاني ان الناس بتبقى معظم اللي بتتفرج عليها وقع في الشريحه الاولانيه اللي هي الكولد كاستمرز، او بتبقى بتتفرج عليك ناس اصلا لسه لا غير واثقه فيك، يعني مش واثقه فيك ولا واثقه في المنتج بتاعك. والناس دي محتاجه وقت علشان تبني الثقه دي وتشتري منك. فانت بتيأس وبتوقف قبل ما الناس تبقى في المرحله بتاعه الثقه وتاخد قرار الشراء. فانت بتوقف بدري، في حين ان انت لو كملت هتلاقي نفسك بتعمل فلوس. الخطأ الثاني وهي المرحلة الثانية اللي هي الورم، او المرحلة اللي بتبقى خاصة بشريحة العملاء الورم او الدفئة. انت بتبقى بذلت مجهود انك نزلت فيديوهات بشكل كافي، الناس بدأت تقتنع باللي انت بتقوله الى حد ما، ولكن انت ما بتتكلمش بشكل كافي عن المنتج بتاعك، او من الاخر ما بتديش ليد ماجنتس، يعني ما بتديهمش نبذة كده عن اللي انت بتقدمه في المنتج بتاعك بشكل مجاني. وموضوع الليد ماجنتس ده انا اتكلمت فيه كتير، وفي توتوريال خاص بيه هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن للي حابب. فانت محتاج انك تتكلم وتديهم ليد ماجنتس وتديهم كده نفحه عن المنتج بتاعك انت بتقدم ايه، علشان يبدا يدخل على المرحله اللي بعدها. فهو الاستراتيجي بتبقى كيفيه نقل كل نوع للي بعده. الكولد للورم، والورم للهوت، والهوت لان هو يبقى كلاينت، والكلاينت فيما بعد ان هو يبقى ريكيرنج كاستمر، او يفضل الكاستمر ده يجي لي او العميل ده يجي لي يشتري مني تاني وتالت ورابع. المرحله الاخيره دي يعني معقده شويه واتكلمنا عليها قبل كده، بس ممكن نبقى نعمل لها فيديو تاني. فدي الخطا الثاني الخاص بالشريحه الثانيه، او ده الخطا الثاني الخاص بالشريحه الثانيه. الخطا الثالث الخاص بالشريحه الثالثه، وهو ان الشخص اصلا بيبقى واثق فيك، واثق في المنتج بتاعك بقاله سنين ممكن بيتفرج عليك. الخطا ده انا كنت بقع فيه وحتى الان ما زلت بقع فيه، وهو انت خلاص انت الشخص واثق فيك ولكن الشخص ده مش عارف يعمل ايه. انا خلاص انا شاري منك، انا عايز اشتري منك، بس انا محتاج توجهني تقول لي هروح اشتري ازاي، ولو اشتريت هحصل على ايه، وهدفع ازاي من الاخر. يعني هو بس عايز يعرف انا هدفع ازاي. والخطأ اللي انت بتعمله ان انت بتبقى خايف انك تتكلم عشان ما يتقالش عليك سكامر، ان انت بتعمل فيديوهات. لا انا مش عايز يا عم ابقى زي العالم السكامرز بتقعد تعلن عن خدماتها
والموضوع ده ليه كذا حل. الحل الاولاني هو ان انت ممكن ما تعرضش في الفيديوهات بتاعتك حاجه خالص في الاول على الاقل، وبعد كده تاخدهم على النيوزليتر زي ما احنا احيانا بنعمل. اول حاجه التانية انت محتاج تتكلم. ما هو انت ما بتعملش فيديوهات علشان تقعد تقول معلومات وخلاص. ما هو انت الناس هتستفيد بالمنتج المدفوع وانت في نفس الوقت هتستفيد. فاحيانا محتاج انك تبقى عندك الجرأه، لا اتكلم وقول للناس يا جدعان انا عامل اوفر كذا كذا كذا. اللي هيزعل ملوش حق انه يزعل، لان ده بيزنس وده اكل عيش. وانا هبقى حابب ان الناس تعرض اكل عيشها، يعني تعرض. يعني لو حد قال مثلا انا بقدم منتج فلاني، انا بتفرج على كونتنت كريتورز كتير، خلاص ربنا يوسع رزقك، يعني هشتري منك لو انا مقتنع بالموضوع. لو انا مش مقتنع او مش جاهز، مش معايا فلوس، مش هشتري. بس انت اعرض. فانت في المرحله دي محتاج انك تقول للناس تعمل ايه، لان الناس في بعض الاحيان محتاجه تعرف هتعمل ايه. المرحله اللي بعد كده بقى خلاص انت دخلت الشخص بقى كلاينت، لازم تبقى فاهم كل نوع من العملاء دول وازاي توصل كل واحد للمرحله اللي بعدها علشان عجله الانتاج تفضل شغاله وعشان تبدا تبيع. وصدقني الموضوع ده بتقع فيه في مراحل كتيره، واحيانا بتبقى محتاج مساعده من حد بتبقى عارف انت واقع في ايه بس مش عارف تحلها ازاي. طيب الحل في الموضوع الحاجات دي، او موضوع ان انت تنقل كل عميل من مرحله لمرحله تانية، انا جربتها في اوقات كتيره جدا وجربناها مع الناس اللي اشتغلت معانا في المنتورشيب. الحل في الموضوع ده هو ان انت تتكلم مع الناس بره المنصه بتاعت اليوتيوب او المنصه اللي هي متعارف عليها. من الاخر محتاج تدي للشخص نوع من النوفيليتي او نوع من التجديد، ان هو يشوفك بشكل تاني في مكان جديد. ممكن على فكره تقول نفس الكلام بتاع اليوتيوب، بس انت بس خده في منصه تانية، يحس انه في حاجه جديده، بحيث ان هو يعني عارف كانك قابلته في مول قلت له تعالى نقعد في قهوه مثلا نتكلم على جنب. ممكن تقول له نفس الكلام اللي انت قلته له امبارح في المول، بس كونكم ان انتوا قعدتوا على جنب في حته تانية وحاسس ان انت ميزته عن الناس التانية، هيبقى واثق فيك اكتر. فالموضوع ده ممكن تعمله ان انت تعمل ويبينارز. عملنا ويبينارز كتيره، وبتعمل فلاش اوفر في الويبينار. ممكن الموضوع ده نتكلم عليه كتير جدا. ممكن تعمل ويبينار، ممكن تعمل لايف على اليوتيوب، وعملنا الموضوع ده قبل كده. ممكن تعمل لايف على تيك توك لو انت الاودينس بتوعك على التيك توك. اي طريقه تانية، او تطلع من بره المنصه اللي الشخص متعود ان هو يشوفك فيها. وفي بقى اللي هو النيوزليتر. بس لما بتعمل ويبينار انت بتقعد، الويبينار بيقعد ساعتين او 3 ساعات، فانت مش هتعمل فيديو ساعتين 3 ساعات، هيبقى الموضوع يعني تقيل شويه. فالويبينار انت بتبقى عامل له عارف فومو، انا يا جدعان واخد 200 شخص بس في الويبينار وهيبقى ميعاده كذا الساعه كذا، فالناس بتحس ان الموضوع مهم. ففي اغلب الوقت الناس بتحضر، او على الاقل الشو اب ريت، او الناس بتبقى عارف انا. انما لو جيت قلت له انا هعمل فيديو مثلا هينزل في الوقت الفلاني، الناس مش هتهتم قوي، او حتى لو كان الفيديو بريمير حتى مش هيبقى مهتم قوي. انما لايف هو شايفك، الموضوع بيفرق قوي. الويبينار ليه استراتيجيه يعني او استراتيجيات كتيره ان انت تعمل كونفيرت للناس اللي بتتفرج عليك، بتعمل فلاش اوفر، بتعمل حاجات فري بيز، بتعمل حاجات تانية. وحتى الناس اللي ما اشترتش بتعرف ان انت تعرض عليها منتجات فيما بعد. ممكن نتكلم في الموضوع ده بعد كده. بس الويبينار ده بيحول الشخص الكولد مثلا، دي حاجه من ضمن الحاجات، بيحول الشخص الكولد لشخص وورم، والشخص الورم يبدا يفهم المنتج بتاعك في الويبينار. والهوت نفسه هيثق فيك اكتر وغالبا هيشتري في الويبينار. يعني الناس اللي هي الهوت هي اللي بتشتري في الويبينار. ولو انت بتعرض منتج جديد، الكلاينت اصلا اللي عندك ممكن يشتري تاني. فالويبينار بيحل مشكله كبيره جدا، ان هو نقل كل نوع عميل نوع تاني. فده كان فيديو سريع، انا مش عايز اطول اكتر من كده، مش عايز اعدي ال10 دقائق. فممكن نتكلم اكتر بقى عن التفاصيل، ازاي تنقل كل عميل من مرحله لمرحله تانية. كوبايه كده طاقه. فممكن نتكلم بقى في فيديوهات تانية عن ازاي تنقل كل عميل من مرحله لمرحله تانية، والاستراتيجيات بتاع الويبينار، وممكن تحضر له ازاي، وتعمل ايه، وتستخدم منصات ايه، وتعمل كونفرت ازاي، وتعمل فلاش اوفر ازاي، وتعرض على الناس او تتواصل معاهم فيما بعد ازاي. ممكن نتكلم في الموضوع ده بشكل مفصل. فده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو في اي حد مهتم بالخطه الكامله لتحويل خبرتك لبزنس اونلاين، هتلاقي اللينك بتاع اكسبرت تو بزنس تحت في اسفل الفيديو، في 50% خصم. استخدم كود اكسبرت 50 هيدفع له الخصم عند الدفع. واشوفكم في الحلقه الجايه. السلام عليكم.